وصلنا اسكندريه يا جماعه بقى، وهننزل نتجول، بس انا جعان فنروح ناكل الاول. ناس كتير بتقول لي روح عند قدوره، فنروح نشوف الدنيا فيها ايه. وصلنا عند قدوره يا جماعه، خدت تاكسي ب 50 جنيه. معرفش بقى ضحك عليا ولا هي دي الاجره المتبعه للمكان. هنخش بقى ناكل حاجه في قدوره على السخان كده، وبعدين ايه نبتدي بقى نتجول بقى، ننزل نشوف هنعمل ايه. حتتين سمك بقى يا جماعه، ونطلع ناكل ونشوف ايه الاكل هيبقى حلو. انا شاك انه هيطلع حلو ان شاء الله. اول مره اكل عنده يعني، فطلبت سمك الدنيس. انا بحب السمك قوي، فطلبت سمك دنيس، وطلبت ربع بربوني، 200 جرام جمبري، وكابوريايه، ورز وسلطه، حسبه 1000 جنيه تقريبا. هنشوف يا محمد. بس الطباق يعني انا بحب كل الطباق اهم من اي حاجه. انا بعمل رز صياديه، انا بعمل رز صياديه اقسم بالله ما حدش فيهم يعرف يعمله. هو المشكله هنا يا جماعه ان خلقهم ضيق حبتين، يعني انا لما بقول لحد شاطر ما بيردش عليا. حتى كان في واحده كانت عماله تنادي عليهم وهم عليها بره، فدي برضه حاجه من الحاجات اللي مش حلوه يعني. عم الناس حبيبي، صباح الهنا. احنا قلنا بقى يا جماعه ناخد جوله. الراجل المحترم ده هياخد لفه في المنطقه كده نص ساعه، وبعد كده بقى ايه نتعامل بقى، نبتدي بقى نشوف هنروح فين. لسه هاكل عند قدوره، الاكل حلو بس بصراحه السيرفيس عندهم بصراحه مش حلو، مش احسن حاجه. الناس اللي بتاخد اوردر مفيش كده اهتمام كده، فدي كانت حاجه مضايقاني بصراحه. انت كده غيرت لي فكرتي عن اللي انا كنت فاهمه يعني. احنا بالنسبه لشغلنا احنا حناطير شتاء مش صيف خالص، يعني الزحمه اللي من الاخر دي زحمه بالقواطفه. ده زبون الشتاء بس. زبون الشتاء بقى ده جاي يتبسط بقى. جاي اوروبي من ايطاليا، من اسبانيا، من المانيا، من كندا. يعني في جست كتير بيجي. سياحه ياما كتير، وبيجي لنا برضه مراكب سياحه هنا في المينا برضه، اللي هي رحلات سريعه. معقول؟ مركب تلاقي 5-6000 فرد. ما شاء الله. يعني كنت مفكر ان لما الدنيا بتتزحم الدنيا بتشتغل اكتر. بالعكس، زحمه على الفاضي. وده الاصل بتاع الملك، انا قصدي بتاع الملك فاروق، بس اتبرعت بيه مستشفى الاطفال. الملك فاروق. الملك فاروق. وده مجمع المساجد، اكبر 5 مساجد في اسكندريه يعني. اكبر 5 مساجد. كلهم جنب بعض. كلهم جنب بعض. نظام رحلات مراكب في المايه. بيطلع بيك رحله ساعه الا ربع في البوغاز بتاع المينا، بيوريك القلعه، بيوريك المكتبه، بيوريك محطه الرمل، بيوريك الفنادق. اكيد لحد وقت معين. ده بيبدا من الساعه 9 صباحا لحد الساعه 5 المغرب اخرها، عشان دي تبع الجيش. ما ينفعش يطولوا عن كده. لا، اخرها الساعه 5. جميل. والغروب اللي هو اليخوته ديت الساعه 6 بيرجعوا خلاص كده. انت في حاجه بقى قلتها لي انا مش لحد دلوقتي مش داخله دماغي، ان انت بتقول لي ان انتوا هنا الموسم شتاء مش صيف. احنا موسمنا بالنسبه للحناطير هنا في اسكندريه موسم سياحه للشتاء. بنشتغلوا على التورست. بيجي لنا مراكب هنا في باب 10، في ميناء باب 10، ميناء البوغاز. بيجي لنا ملل من اجمع الملل، يبقى جايه مركب بحيره كبيره تبقى جايبه من اجمع الملل اللي انت بتعرف بيها الاوروبيه، بتيجي على هنا. طبعا الخواجه بالنسبه لحضرتك اللي بيشوف الحنطور هنا في اسكندريه، دي يعتبر زي فاكهه اسكندريه هنا. بيبقى هو مثلا زهق من طياره، زهق من اتوبيس، زهق مش عارف ايه، دي بتبقى فاكهه اسكندريه هنا. واهم حاجه الخواجه وهو راكب معاك بتشرح له كل حاجه بمعالمها. طبعا باسلوبها. بتتكلم كام لغه بقى على كده؟ انا بتكلم 6 لغات. ما شاء الله. حبيبي ايه؟ بتكلم طلياني، بتكلم اسبانيولي، بتكلم انجليش، بتكلم فرنش، بتكلم روسي، بتكلم تركي. والماني لا؟ الماني على قد شويه. parli bene l'italiano o parli لا طليانو. ديسي كافالو. ديسي كافالو كامينالو. cavallo
السياحه الالمان يعشقوا الحنطور. الالمان يعني ساعه ما يشوف الحنطور يقول لك كوتشا فاري دي سبريما كوتشا على الاسكندر. شكرا حبيبي. ارد بقى انا اقول له ديس اليس كوكين اليس سوزان اليس فيها كوتشا اين شتوندا سينيورو اين بارسون. Eine Stunde, سينيورو اين بارسون. 10 Euro. اين بارسون. eine يبقى Person. النفر ب 10 ايرو. Eine Person. الله ينور عليك. طبعا الخواجه بقى عايز اين شتوندا تويا شتوندا تريا شتوندا عايز يلف. فين في شتوندا عايز يلف. اي نو بروبليم. افتر كام باك بورد شيب الاسكندر يو هابي يجيب ات ماني everything يو نو هابي no money anything you come go to policeman you tell me. ليه بس يا عم؟ لا يعني اهم حاجه الخواجه يبقى مبسوط. يعني انا لما بركبه اقول له بعد ما ابسطك هرجعك هنا لقيت نفسك مبسوط حاسبني، ما لقيتش نفسك مبسوط لف وارجع تاني. في البوليس اهو نخش له. طبعا اهم حاجه الخواجه يبقى نازل مبسوط دي جدا أكيد. وهو بيديك بزياده من عنده دي اكراميه. ليه؟ انبسط منك وريته كل حاجه بمعلمها قلت صح. له معلومه ما كانش عنده. الله ينور على حضرتك. برضه دي تبقى برضه حاجه كويسه ان انت للسياحه اصلا الله ان ينور. انت ايه بتدي للزبون اللي جاي او للسائح اللي جاي معلومه كويسه، وفي نفس الوقت لما بيرجع سفارته خارج بقى مراكب سياحه او الكلام دوت، لما بيرجع سفارته حتى لو جاي طيران بيسالوه في السفاره ركبت حنطور، ركبت تاكسي، ركبت مش عارف ايه، ركبت سويت ايه. طبعا الخواجه قبل ما بيركب معاك كمان بيصور حضرتك من غير ما انت تحس. من غير ما تحس. ويصورك. ليه لما بيروح السفاره انا ركبت مع الشخصيه دي محترمه وعمل معايا كده 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 ووداني المظاهر ووداني بيفرغوا كل ده. طبعا انت بتبقى سيرتك حلوه كويسه في الصوره، وفي نفس الوقت احنا مسجلين سياحه. اكيد طبعا. يعني احنا لينا ملفات سياحه في قلب مكتب السياحه. أكيد. بقى قلعه الكايت باي. قلعه كايت باي. دي بالانجلش اسمها ان دي كاستل ان دي كايت باي اند ذا بيج الاسكندر. And many people tourists go to inside here. You come you go to inside 4 to 5 minutes 10 minutes no problem. ودي ورش بتصنع المراكب حضرتك. هنا بيصنعوا مراكب. هنا بيصنعوا المراكب السفن يدوي. كل الشغل اللي انت شايفه ده حضرتك يدوي. ده كتالوج اسكندريه، لازم تلاقي فيه الحنطور للسياحه لمصر. اكيد. يعني الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش تتمنع هنا من اسكندريه الحنطور. دي حقيقه، خد بالك دول العالم كلها فيها حنطور. الله دي ينور. حاجه ثقافه عالميه يعني. الله ينور عليك. حتى سويسرا لما رحت سويسرا كان في هناك حنطور برضه. ايوه ويا بخت دعاء الوالدين قبل كل شيء. عندك حق. وده المترو الجديد. ده المترو ده بقى له 3 سنين شغال كده. دي 3 سنة يشتغل. ده الترام بقى، الترام. ايوه ترام، بس احنا مسمينه المترو. والقديم اتشال ولا لا القديم موجود. ودي بقى حلقة السمك، دي أقدم حلقة في اسكندرية هنا. دي اللي يعتبر بتوزع على مطاعم اسكندرية كلها أسماك، أجمع التجار بيجوا يستوردوا من هنا من بعد الفجر. بيتعمل زي نظام مزاد هنا. كل الأسماك الأصناف اللي أنت عايزها بتلاقيها موجودة هنا. ما شاء الله. وده القصر بتاع ثقافة الأنفوشي، قصر الرياضة للشباب، وبيتعمل برضه فيه سينمات ومسرحيات يوما. دي منطقة. دي يعتبر من اشهر المناطق برضه في اسكندريه هنا، اجمع الممثلين جم مثلوا فيها هنا لقطات. في بحري. تقصد من زمان يعني اصلا يعني ولا يعني؟ لا على طول يا باشا من زمان. الحديثه. الحديثه والقديمه كلها بتتصور هنا. يعني عندك المسلسل بتاع عبله كامل بتاع فريد السياله واحمد الفيشاوي. كل المسلسل اتمثل هنا في السياله. عشان كده سموها دي ايه عفريت السياله. يعني شايف المركب اللي واقفه جوه دي حضرتك؟ القديمه دي. كل المسلسل اتصور عليها. اتصور في المنطقه. الله ينور عليك. ودي بقى الورش اللي بتصنع المراكب كلها. كل دي مراكب سفن يدوي. زي ما انت شايف. ودي الورش. بعيدا بقى عن السياحه، انت كمهنه الحنطور بتشتغلها بقالك قد ايه؟ انا بشتغل الشغله دي بقالي 17 سنه.
17 سنه. 17 سنه. وراثه ولا انت لوحدك؟ لا انا لوحدي، انا غويتها اللي انا اتكلم لغه غير لغتي. حبيت تتعلم مش شرط بقى الشغله ولا فلوسها ولا مكسبها، لا انا حبيت اللي انا اشغل لغه غير لغتي. حتى لو امشي مع السايح اصرف من جيبي على قلبي زي العسل، اسمي بستفاد منه. يعني بتعمل حاجه بتحبها. ممكن لو حاجه مش فاهمها هو يعيدها لي مره واثنين وثلاثه بفهمها. وفي نفس الوقت يعني ما اتعلمتش، يعني ما تاخدهاش اللي هي فكره الدراسه ولا الكلام دوت، لا انا واخدها حاببها، حابب الموضوع. حتى لما يركب معايا الخواجه يقول لي واي انجلش فور مي، اقوم جاي انا بقى افخم بنفسي وافخم في بلدي في نفس الوقت. اقول له وان سكول هير على اسكندر، يقول لي واي ان سكول، اقول له ان سكول تي ايجيبت from the policeman in school Egypt is good school Egypt after in school English you finish school. يقول لي واو very nice you good business. اقول له I know business I know business. يقوم جاي ضاحك. وحتى السايح يعني ما بلف بيه اماكن خارج الاماكن دي خالص. يعني عامة اصلا ان انت تشتغل حاجه بتحبها دي. السايح بقى بيروح اماكن تانية غير دي خالص. يعني بيروح الكاتاكومب اللي هو العلكوم الشقافه. بيروح عمود السواري. ده بالانجلش اسمه بومبي بالاس اند ذا بيج الاسكندر اند many people tourists more time we go to site here. يعني انا بقول له دوت بقاله سنين السنين، وناس كتير بتيجي، ناس كتير بتيجي من اوروبا عشان تتفرج على المزار اللي هو في اسكندريه اللي هي الحاجات الاثريه. طبعا الخواجه بيبقى فخور، واهم حاجه بعد ما ينبسط يرجع اساله قبل ما اخد منه جنيه. ايوه يو هابي ساي، يقول لي فيري فيري هابي. اقول له يو جود يو نو هابي، مي نو هابي. صح. يو هابي يقول لي فيري هابي، اقول له هابي نايس داي. ايوه صح. الله يفتح عليك. انا عايزك تقول لي 5 كلمات بتقولوهم في اسكندريه بس ما حدش بيقولهم تاني. تمام. ما يتقالوش في القاهره مثلا. 5 كلمات اللي هو سيدي المرسى والعباس. لا يعني مثلا في كلمات انتوا بتقولوها هنا في اسكندريه في القاهره بتتقال بلهجه تانيه. زي جنيه مثلا. احنا نقولوا عليه جنيه. انتوا هنا بتقولوا جنيه. ايوه. هم هناك جنيه. بيقولوا جنيه. ايوه. انتوا بتقولوا بنيقه. صح؟ بنيقه ايه؟ بنيقه اللي هي الكشك. لا احنا نقولوا عليها كشك. امال البنيقه اللي هي ايه؟ البنيقه دي اللي هي بتبقى مثلا عربيه صغيره يقولوا عليها باترينا، احنا نقولوا عليها باترينا. باترينا. هم يقولوا عليها بنيقه. بنيقه. الله ينور عليك. وكل المباني دي بقى متصوره من ايام الانجليز، كل المباني دي مبنيه على الخشب زي ما انت شايف. دي كلها مباني انجليز. الله ينور عليك. حبيبي مش هيصورك يعني. لا ما يدلعها بس قلنا كده هابا. وده بقى بيت ريا وسكينه بتاع علي بيت كبير. معقول؟ ده اول بيت مثلوا فيه بس ما اتعملش الجرايم فيه. اللي اتعمل الجرايم فيه اللي هو في اللبان. بس انت مصدق قصه ريا وسكينه؟ قصه ريا وسكينه دي حقيقه يا باشا، بس كانوا بيقتلوا الانجليز. كانوا بيقتلوا. ده اللي انا سمعته. كانوا بيقتلوا الانجليز. هم بيقولوا بيقتلوا انجليز. ما بيقتلوش. لا كانوا بيقتلوا الانجليز. في الايام دي كانت الانجليز محتله البلد هنا. وهم اصلا كانوا ستات. هم كانوا بياخدوا الانجليز يشتغلوهم ويذبحوهم، والله اعلم برضه. بس احنا مع نعتقدوا اللي هم على ما زي ما بنسمعوا اللي هم كانوا بيقتلوا الانجليز. هم للمسلسل وكل ده تمثيل. ده مسجد سيدي الرحمن. سيدي الرحمن. الله ينور عليك. عبد الرحمن بقى. سيدي الرحمن مش عبد الرحمن. الرحمن ده اللي هو الله. ايوه. ازاي بقى هو بيسمي نفسه كده؟ هو المسجد اسمه كده. المسجد اسمه كده، مسجد سيدي الرحمن. وكل المباني دي بقى من ايام الانجليز والطلاينه. كل دي اكترها مباني انجليز وطلاينه. ده بنى ايطالي فعلا. المباني دي يمكن تعدي ال 300 400 سنه وزياده. وده بقى مطعم فرج ابو خالد بتاع الكبده، ده يعتبر من اشهر الكبده بتاعت اسكندريه. حاجه كويسه. ده غير كبده الفلاح. غير كبده الفلاح. ده اجمع ممثلين مصر متصورين عنده جوه وهم بياكلوا وبيقعدوا عنده. وده مطعم اسماك عروس البحر. ده مشهور برضه. ده مشهور وفي فرع منه في القاهره برضه. بس انت لما تحب تاكل سمك بتروح تاكل سمك فين؟ انا لما بحب اكل سمك باكل في البيت.
ايوه بس يعني بتروح تجيب من عند مين؟ بجيب من الحلقه طازه الصبح واوديهم البيت يعني يسووا زي ما هم عايزين. الله يفتح عليك. ليه بعد البيت يعني مؤاخذه بعد اكله البيت ما تدورش حاجه مضمونه، وفي نفس الوقت بتبقى النفس مضمون. غير المطاعم ما تضمنش برضه صح ايه اللي بيتعمل وايه اللي بيعمل وايه اللي بيسوي. الله يفتح عليك. وده سيدي المرسي ابو العباس. ده مسجد سيدي المرسي ابو سيدي المرسي ابو العباس. ده هنا بيتعمل له موالد كل سنه. بيتعمل شهر 6. تبقى الليله الكبيره هنا بتجيله الناس من اجميع البلاد عشان تحضر المولد بتاعه. المرسي ابو العباس. وده بقى احسن بتاع سبح فيكي يا اسكندريه. المحل ده حضر الملك فاروق عنده لحد دلوقتي. عنده سبح كهرمان وعنده سبح اللي هي اللهم صل على النبي اللي حجر كريمه. عنده حاجات يعني بملايين الملايين. انت قلت لي اللي هي مستشفى كانت قصر الملك نصر بتاع ام الملك فاروق اتبرعت بيه سنه 1969 لمستشفى اطفال. مكتوب بالعربي بالتواريخ بتاعته ومكتوب بالبريطاني برضه بالتواريخ بتاعته ومكتوب فوق مستشفى الملك نصر صديقه. صديقه ديت اللي هي اتبرعت بيه. هي اصلا كانت عايشه في بريطانيا والملك فاروق كان عايش في تركيا. كوين نصر. كوين نصر الله ينور عليك. في واحد بتاع رز بلبن قالت لي عليه واحده من المتابعين المحترمين، قالت لي في واحد اسمه سيف بيعمل رز بلبن مش هتاكله في حياتك. فانا رايح عشان اجرب الرز بلبن اللي ما اكلتوش في حياتي، وهنشوف اذا كان فعلا رز بلبن حلو ولا اي كلام. زي ما قلت لكم يا جماعه جيت عند البان سيف الدين، فجيت لقيت عنده نوعين، واحد وسط وواحد كبير. الكبير ب 30 باين والوسط ب 17. بس انا عشان لسه اكل سمك بصراحه مش قادر، فانا هجرب الصغير وهنشوف بقى اذا كان حلو ولا اي كلام. بس انا يعني ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. هو حلو، فلفل والطماطم نفس طعم البيت بتاع زمان. هات العربيه عشان تاخد الامر. يعني هو ما فيهوش اي حاجه جديده، بس هو طعم الايه، البيت بتاع زمان، كانك بتاكله في البيت يعني. والله يا جماعه اجواء اسكندريه جميله قوي صراحه، جميله جدا. وعلى فكره ما فيش زحمه زي ما الناس كلها كانت قالت لي ان في زحمه كتير وبلاش ومش عارف ايه وبتاع، واقرب الناس ليا كانوا بيقولوا كده. بس انا شايف الموضوع حلو جدا، ولا زحمه ولا اي حاجه. رحت دلوقتي لسه جربت البان سيف، رز بلبن حلو قوي زي بتاع البيت، بس ما فيهوش اي افتكاسه جديده يعني. هو رز بلبن عادي بلدي وخلاص يعني. طعمه حلو طبعا، مش معنى كده انا بقلل منه يعني، ولكن هو ما فيش اي حاجه جديده يعني. ما يعني فاهم ان هو ممكن تاكله في اماكن كتيره عندها ضمير يعني. عايز اقول لكم ان اسكندريه لا تقل عن اي مدينه اوروبيه موجوده، سواء في ايطاليا او في صربيا او في جريخلاند، اليونان، يعني اي مدينه اوروبيه اقسم بالله العظيم نفس الشكل اللي انتم شايفينه ده. بما اننا جنب محطة الرمل، تعالوا نروح محطة الرمل نشوف شارع فؤاد ونشوف السفارة الإيطالية، القنصلية الإيطالية اللي أنا خدت منها الباسبور الإيطالي. وذكريات بقى، ذكريات جميلة جدا بصراحة. هنا محل اسمه ملك المانجو وملك الفراولة، والاتنين بتتميز بيهم اسماعيلية. معلش يا جماعة، أنا بغير على بلدي. اسماعيلية بتتميز بالمانجا والفراولة ما تهزروش، ما تلعبوش في الاساسات.
لو قالوا لي شبه اسكندريه بمدينه اوروبيه هشبهها بمدينه نيس في فرنسا، مع اختلافات بسيطه جدا. يعني حاجه بسيطه جدا بتختلف. شويه نظافه مع يعني ايه ناس اقل في نيس فرنسا. بجد بلد جميله جدا، تقريبا نفس التخطيط اللي حصل هنا هو حصل هناك بالظبط. يعني بحر هنا ومباني هنا. ده كان مبنى القنصلية الإيطالية يا جماعة واتقفل، باين بقى بنك اسكندرية. هل ما زالت هي القنصلية الإيطالية ولا خلاص بقى محطوط علم إيطاليا فوق، تحت محطوط علم مصر وبنك اسكندرية، وفوق مكتوب بنك اسكندرية، بس أنا معرفش هل هي ما زالت القنصلية الإيطالية ولا لا. بجد يا جماعة اسكندرية أقسم بالله العظيم لا تقل عن أي دولة أوروبية في العالم، ناقصها بس شوية نظافة صغيرين خالص وهتبقى زيها زي أي دولة أوروبية موجودة وأحسن بكتير كمان. محطة الرمل بقى يا جماعة وذكريات بقى، ذكريات جميلة يا جماعة قضيتها هنا. بنك اسكندرية وبرضه مازال القنصلية حاطة العلم الإيطالي، فهل يعني هو بنك ولا مش بنك يا جماعة؟ ده سحر ده يا جماعة، بسم الله ما شاء الله يا جماعة. ايه الغروب الجميل ده. نروح شارع فؤاد ناخد جولة هناك، نشوف الأجواء الجميلة والشوارع اللي لسه محافظة بقى على الرونق الجميل بتاع زمان، الستايل الإيطالي الجميل يا جماعة. يا جماعة اسكندرية جميلة أوي يا جماعة. مولد وصاحبه غاب يا جماعة، مفيش ما تعرفش مين مع مين هنا. انا قلت له عايز صينيه واحده يا جماعه. كان حوالي 10 وحدات. البيوت الجميله يا جماعه. Hello, how are you? Speak English? No, but you told me hi. سلم عليك سلم عليك. دي عاملينها ساحه كده بقى، الناس عماله تراب فيها واللي بيلعب باتيناج بصراحه عاملين ساحه جميله كده عند المتحف اليوناني الروماني. حاجه لذيذه بصراحه.
شكرا. انا لاول مره يا جماعه اكل جيلاتي عزه اللي بتقولوا عليه ده. صباح الخير. النهارده بقى صحيت متاخر، كنت ناوي ان انا اصحى بدري وانزل اصور الشروق وبتاع، بس بصراحه ما قدرتش لان امبارح لفيت كتير قوي. فجيت عند كازينو الشاطبي، الناس كتير كتبت لي روح كازينو الشاطبي، فجيت عشان افطر. شكرا. فهنشوف بقى اذا كان مكان يستاهل فطار ولا لا. انا بصراحه كان نفسي افطر على عربيه فول يعني، بس ما فيش حاجه قابلتني في الطريق يعني. بكل امانه يا جماعه والله الاكل حلو قوي. جوسي لا بجد فطار عجبني. عباره عن بيض وجبنه وطعميه وبطاطس وشاي. 124 جنيه، مش غالي قوي يعني، فرق مش كبير. انت طبعا بتدفع المكان اللي انت قاعد فيه، كفايه المنظر اللي انت شايفه هنا. هو مناسب يعني لحد جاي يتفسح او مثلا جاي تقابل حد بالنهار.